اهلا بيكم، معاكم مغازي. النهارده هنبدأ سلسلة جديدة ومميزة جدا هنتكلم فيها عن افضل الافلام من سينمات مختلفة حوالين العالم. مفيش انسب من السينما الايرانية نبدأ بيها النهارده، السينما الشاعرية الجميلة اللي قدرت تكون واحدة من ارقى واعمق السينمات في العالم. متنسوش الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. الأفلام الإيرانية نادرا ما تكون خفيفة أو مجرد ترفيهية، لأنها بتاخد حرارة المجتمع الإيراني وتاريخه القوي، كمان زخم الحركات السياسية هناك، وبتحطهم في صدام بصري مع قضايا ومفاهيم عميقة. دايما الرؤية بتكون موضوعية وبعيدة عن أي سطحية أو مجرد استعراض. استعرض معاكم أفضل 5 أفلام بحبهم في رأيي ترتيب الزمني. أول فيلم معانا فيلم Children of Heaven، إنتاج سنة 1997، قطعة سينمائية نادرة بتاخدك لعمق الإنسانية البسيطة. تأليف وإخراج المخرج الإيراني مجيد مجيدي، اللي بيجمع فيه بين الألم والأمل. الفيلم بيبدأ بحكاية بسيطة عن علي، الطفل الصغير اللي بيضيع حذاء أخته زهرة وهو راجع من بره، وفي كل مشهد الحذاء بيكون محور القصة، سواء في مشهد تصليحه أو في مشهد البطاطا اللي بتتاخد لعيلة فقيرة كرمز للفجوة بين الطبقات الاجتماعية. مجيد استخدم كاميرات مخفية عشان الأداء يفضل طبيعي جدا. الأطفال في الفيلم مش بيمثلوا، كأنهم عايشين حياتهم اليومية قدام الكاميرا. الطريقة دي أضافت لمسة واقعية خلت الفيلم قريب من قلوب المشاهدين، وكأننا بنشوف وثائقي عن حياة حقيقية مليانة مشاعر وصراعات. ضياع الحذاء كشف لنا قد إيه الحاجات اللي بنشوفها بسيطة ممكن تكون غالية جدا لحد تاني. لما علي وزهرة بيلاقوا الحذاء مع بنت تانية، بيختاروا ما يحرجوهاش أو يضايقوا عيلتها، وده كان قرار مليان إنسانية وتعاطف. القصة بتتوج بمشاركة علي في سباق جري، مش هدفه يطلع الأول، لكن عايز المركز الثالث عشان الجايزة حذاء رياضي. وهنا بيظهر معنى الفيلم الحقيقي، إنك تسعى مش عشان الأحسن، لكن عشان اللي يكفيك تعيش بكرامة وبسعادة. لما علي بيكسب السباق وياخد المركز الأول بدل الثالث، الفرح بتاع الفوز بيختلط معاه بإحساس بالخيبة، لأن الجايزة مش هي الحاجة اللي كان مستنيها. النهاية بتسيبك مع صورة علي وهو حاطط رجليه المتعبة في المية والأسماك حواليها، كأن المشهد بيقول إن الحياة لسه مكملة، التحديات مش هتخلص، لكن الأمل دايما موجود. الفيلم بيكلم الكل وبيفكرنا إن الأطفال عندهم عالم خاص مليان مشاعر وسرعات بتوازي عالم الكبار. جنة الأطفال هو أول فيلم إيراني يترشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وده كان سنة 1998. تاني فيلم تيست تشيري، إنتاج سنة 1997 برضه، تأليف وإخراج المخرج الإيراني عباس كيارستامي. الفيلم رحلة مش عادية، مليان بالتساؤلات الفلسفية والإنسانية. القصة بتبدأ مع بديع، راجل في منتصف العمر بيسوق عربيته في منطقة صحراوية شبه خالية. ألوان المشاهد بتعكس أجواء الفيلم، صفرة وبهتة وكأنها بتمثل الفراغ الداخلي. بديع بيدور على حد يساعده، ومع الوقت بنكتشف إنه عايز يموت بطريقة غريبة، إنه ياخد حبوب وينام في حفرة حفرها بنفسه. كل اللي محتاجه إن حد يدفنه لو مات، أو يساعده يقوم لو لسه حي. لف بديع في شوارع طهران وأطرافها الصحراوية بتجمعه ب3 شخصيات، كل واحد فيهم عنده منظور مختلف عن الحياة والموت. اللقاء الأول مع جندي كردي صغير، بديع بيعرض عليه مبلغ كبير، لكن مجرد ما يسمع عن الموضوع بيهرب مرعوب. الجندي هنا بيمثل غريزة الحياة البسيطة اللي بترفض الموت كاختيار. اللقاء التاني مع شاب أفغاني بيدرس الشريعة، وهنا الحوار بياخد بعد ديني وفلسفي. الطالب بيرفض الفكرة لأنها ضد تعاليم الدين اللي بتحرم الانتحار، بيستشهد بآيات قرآنية زي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن بديع بيرد عليه بفكرة ويقول هل الحياة مليانة تعاسة مش نوع من الخطيئة برضو؟ لو حزنك بيأذي اللي حواليك مش ده برضو ضرر؟ لكن في الآخر الطالب بيرفض فكرة الانتحار، والحوار بينه وبين بديع بيكشف عن التناقض بين رؤيتين، واحدة دينية بتقدس الحياة كأمانة، والتانية شخصية بتشوف في الموت الخلاص من المعاناة. آخر لقاء كان مع راجل تركي عجوز بيشتغل في متحف، وبيمثل الحكمة والتصالح مع الحياة. العجوز بيوافق يساعد بديع لكن بدون مقابل مادي. في الطريق بيحكي العجوز نكتة عن راجل كل ما يحط صباعه في أي مكان في جسمه يشعر بالألم، فيعتقد إن كل أجزاء جسمه مريضة، لكن لما يزور الطبيب يقول له إن صباعه هو اللي فيه كسر صغير وهو سبب الألم. النكتة هنا بتمثل فكرة إن المشكلة ممكن تكون في طريقة تفكيرنا مش في الحياة نفسها. العجوز بيحكي البديع كمان إنه كان في يوم من الأيام على وشك إنه ينهي حياته، جهز الحبل، طلع على شجرة عشان يشنق نفسه، لكنه فجأة اكتشف ان الشجرة مليانة ثمار توت ناضجة. وقف ومد ايده وجرب طعم التوت، الطعم ده كان كفاية عشان يغير قراره. التوت بكل بساطته رجع له الاحساس بجمال الحياة، ولما ادى الاطفال منها كمان وشاف سعادتهم خلاه يشوف ان في لسه حاجة صغيرة يستحق يعيش عشانها. الفيلم بينتهي بمشهد لبديع وهو نايم في الحفرة اللي حفرها لنفسه، والليل يغطي كل حاجة والمطر ينزل بغزارة. النهاية مش واضحة، هل شرب الحبوب فعلا؟ هل قرر يعيش؟ الأسئلة بتفضل مفتوحة
مفتوحة زي طبيعة الفيلم كله، اللي بيعتمد على ترك مساحة للمشاهد إنه يفسر الأحداث حسب تجربته ورؤيته. طعم الكرز مش مجرد فيلم عن الانتحار، لكنه حوار عن الإنسان، تجاربه، تأويلاته للحياة، وبيقول لنا إن الحياة مليانة تناقضات، وإن أبسط اللحظات ممكن تكون المفتاح لفهم أعقد الأسئلة. لو شايف إن الحلقة مفيدة دوس اشتراك وفعل الجرس، وخلونا نكبر مع بعض، دعمك هو اللي بيشجعنا. تالت فيلم About Ellie، إنتاج سنة 2009، تأليف وإخراج المخرج الإيراني الأوسكاري أسفر فرهادي. الفيلم بيبدأ بأجواء احتفالية عائلية لما أصدقاء قدام بيجتمعوا مع أحمد، الراجل اللي رجع من ألمانيا بعد طلاقه وبيحاول يدور على فرصة جديدة للحب. سبيدي مرات أمير بتلعب دور الوسيط لما تحاول تعرفه عن إيلي مدرسة بنتها. رحلة للشاطئ والبحر تتحول لمنصة بيجمع بين الفرح المؤقت والتوتر اللي مش ظاهر قوي. البحر في الفيلم مش مجرد خلفية طبيعية، لكنه شخصية في حد ذاته. حركة أمواجه بتعكس تقلبات العلاقات والأحداث. في الأول بيجيب فرح، لكن مع الوقت بيكشف عن أبعاد مظلمة. مع اختفاء إيلي المفاجئ، البحر بيتحول لرمز للغموض والبحث عن إجابات، كأنه بيعكس اضطراب النفس البشرية. إيلي برقتها وبساطتها تختفي فجأة وتسيب وراها تساؤلات عن الحياة والموت والاختيارات والقيود. فرهادي أتقن تقديم ثنائيات ضدية بتغني القصة، الغياب والحضور، الفرح والحزن، الحرية والخوف، كلها متشابكة في نسيج درامي متماسك. إيلي مش مجرد شخصية، لكنها رمز للصراع الداخلي في مجتمع بيحط قيود شديدة على حرية الفرد. اختفائها مش بس جسدي، لكن كأنها بتختار الانسحاب من عالم مش بيديها فرصة لاختيار، ما بين خطيب مش بتحبه وراجل ممكن يكون فرصتها في السعادة. اللي بيميز الفيلم انه مش بيعتمد على الدهشة او المفاجأة الغريبة. فرهادي بيخلي الاحداث تفضل واقعية جدا، زي اختفاء إيلي وانقاذ الطفل من الغرق، بيتعرض باسلوب يبدو مألوف لكنه بيسيب اثر كبير. هنا الواقع مش مجرد خلفية، لكنه القوة اللي بتحرك القصة. النهاية مش صادمة، لكنها عميقة جدا. موت إيلي بيظهر كأنه نتيجة طبيعية لصراعها الداخلي وخوفها من مواجهة المجتمع. كل بيرجع لحياته اليومية شايلين عبء الفقدان والأسئلة اللي ممكن ما تلاقي لهاش إجابة. المشاهد بيلاقي نفسه بيسأل، هل كان ممكن إيلي تختار طريق تاني، ولا مصيرها كان فعلا محتوم بسبب قيود المجتمع؟ About Ellie بيقدم حكاية سينمائية شبه الواقع جدا، علاقات إنسانية بتتشابك مع بحر من التساؤلات الوجودية والمواقف اليومية البسيطة اللي ورا بساطتها في تعقيد نفسي واجتماعي عميق. رابع فيلم A Separation، إنتاج سنة 2011، مش مجرد حكاية عن طلاق زوجين، لكنه تجسيد فني للصراعات الداخلية والخارجية اللي بتعيشها المجتمعات المعاصرة. تأليف وإخراج برضو أسفر فرهادي. القصة بتبدأ بمشهد بسيط لكنه مليان بالدلالات. نادر وسمين قاعدين قدام القاضي اللي دوره زي الحكم بين رؤيتين مختلفتين تماما. سمين الزوجة عايزة تهاجر بره البلد عشان تضمن مستقبل أحسن لبنتها، لكن نادر الزوج مصر على إنه يفضل في إيران عشان يراعي أبوه اللي بيعاني من الزهايمر. الصراع ده بين الواجب الأخلاقي اتجاه الأسرة الصغيرة والمسؤولية اتجاه الجذور العائلية بيكشف عن تمزق عميق في النفس البشرية. الأحداث بتتحول من خلاف عائلي بسيط لقضية اجتماعية وقانونية معقدة لما نادر بيجيب خادمة عشان ترعى أبوه. سلسلة الأحداث اللي بتحصل بعدها زي حادثة الإجهاض اللي بتتعرض ليها الخادمة بتعكس هشاشة النظام الاجتماعي والاقتصادي، والتناقض بين الزوجين نادر وسمين والخادمة وجوزها بيعبر عن الصراع الطبقي في المجتمع الإيراني. الزوجين رغم أنهم منفصلين ظاهريا لسه متصلين عن طريق بنتهم اللي بتمثل رمزية الاستمرارية والأمل. في نهاية الفيلم القرار اللي بيطلب منها تاخده إنها تختار تعيش مع الأب أو الأم بيسيب المشاهد في حالة تفكير وتأمل. البنت مش مجرد ضحية للصراع، لكنها شاهد حي على الانقسام اللي بيعيشه المجتمع. فرهادي بيظهر ببراعة محدودية القانون في التعامل مع القضايا الأخلاقية والإنسانية المعقدة. في النهاية فيلم A Separation ما بيقدمش حل للصراعات اللي طرحها. انفصال الزوجين بيبقى واقع، والبنت بتلاقي نفسها قدام قرار مصيري. النهاية المفتوحة للفيلم بتسيب المشاهدين يفكروا في مفهوم الأسرة والالتزام والعدالة الاجتماعية. فيلم A Separation كمان هو أول فيلم إيراني يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي سنة 2012. خامس فيلم ذا سيلزمان، إنتاج سنة 2016، قصة درامية اجتماعية بتكشف تعقيدات الحياة الزوجية والنفسية من خلال مأساة بتغير حاجات زوجين شباب. تأليف وإخراج برضو أسفر فرهادي. الفيلم يعتبر مثال مميز على أسلوب فرهادي السينمائي اللي بيعتمد على مناقشة قضايا أخلاقية معقدة وبيعرض وجهات نظر مختلفة من خلال تطور الأحداث. أحداث الفيلم بتدور حوالين عماد ورنا، زوجين من الطبقة المتوسطة.
عماد مدرس أدب وممثل مسرحي، ورنا بتمثل معاه في مسرحية موت بائع متجول لأرثر ميلر. بداية الفيلم بتبدأ بمشهد صادم لما المبنى اللي ساكنين فيه بيتهز، فبيضطروا يسيبوا شقتهم وينقلوا شقة تانية. بيكتشفوا إن كان ساكنها واحدة شغالة في الدعارة. في يوم بتتعرض رنا للاعتداء وهي في الشقة لوحدها، وعماد بيبدأ يحاول يكتشف مين المعتدي ويبقى مدفوع بالانتقام. فرهادي بيتميز بقدرته على تقديم الأحداث من وجهات نظر متعددة. الفيلم ده بيظهر ازاي القيم والمواقف بتتغير حسب السياق الاجتماعي والنفسي لكل شخصية. عماد شايف اللي حصل إهانة لكرامته وكرامة مراته، ومش قادر يتخطى إحساسه بالضعف قدام اللي حصل. لكن رنا بتعتبره صدمة شخصية عايزة تتجاوزها. مع تطور الأحداث بنلاقي إن كل شخصية بتفسر الأخلاق زي العدل والانتقام بطريقة مختلفة. السياق الثقافي للمجتمع الإيراني كان ليه دور مهم في تفسير الأحداث. فرهادي بيورينا تأثير القلق الاجتماعي وتمسك الناس بالسمعة على قراراتهم. الحفاظ على الكرامة والخصوصية قيم أساسية، وده باين في رفض عماد إنه يبلغ الشرطة خوفا من العواقب الاجتماعية. فيلم ذا سيلزمان بيعرض قضايا أخلاقية وإنسانية بشكل مثير ومتشعب. فرهادي مش بس ركز على الجريمة ونتائجها، لكنه قدم زوايا مختلفة عن مواقف الشخصيات واحتياجاتهم لإعادة التفكير في مفاهيم زي العدل والتسامح. الفيلم بيسيب المشاهد بأسئلة مفتوحة برضه عن الطبيعة الإنسانية والقرارات اللي بتتاخد في وقت الأزمات. فيلم ذا سيلزمان فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي سنة 2017، عشان يكون تاني فيلم إيراني ياخد الجائزة بعد فيلم أسبريشن. في النهاية السينما الإيرانية بتفضل واحدة من أهم وأكتر السينمات تأثيرا في العالم. قدرت تقدم لنا أفلام بتجمع بين التقاليد الثقافية العريقة والحداثة الفنية، وناقش قضايا إنسانية عميقة بتعدي الحدود الجغرافية. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية. سلام.